هنعمل بقى ايه تكه كده ونشوف. واو ايه الحلاوه دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايبي اللي متابعيني عاملين ايه؟ معاكم مطبخ ام علي. طبعا احنا النهارده قاعدين كده بالليل يا جماعه. الاولاد قالوا لي ماما احنا جعانين، قاعدين كده بالليل. كان عندي 4 كيلو من البانيه، قلت بقى ايه اعمل لهم كده ايه حاجه حلوه ليهم كده. هي مش حلوه، هي اكله كل الاولاد بيعشقوها يعني. ما شاء الله. معايا هنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معايا ربع من البانيه، معايا بصلايه وعليها 3 معالق زيت بس. سبتها على النار خفت بتدي كده معايا، مش عايزاها ايه متحمره قوي، انا عايزه البصلايه نيه شويه. هننزل عليها بالفلفل. معايا فلفل احمر الوان ومعايا الفلفل الاخضر. ما شاء الله. نشوحهم مع بعض كده شويه. ربع بانيه، طماطمتين متقطعين مكعبات صغيره. معانا بهارات فراخ، بابريكا، ملح، فلفل اسود، شعر الزعتر، بس كده. ننزل برضه بالطماطم. دلوقتي الربع كيلو بانيه يا جماعه خرجته تحت كده. حبايبي طبعا كده لما شلتها من النار يعني خلصت كده سبكناها كده على النار. تقوم الطماطم تنشف اللي في قلب البانيه والفلفل. طبعا كان عندي حته خيار في المخلل، قطعتها حتت صغيره بتدي طعم كده جميل مع الشاورما. ما شاء الله. معايا بقى بديل الكريب ايه يا جماعه؟ بديل الكريب الرقاق اللي هو البتاوي. عندي والدتي بنقول عليه رقاق ونقول عليه ايه بتاوي. ماشي. اما كل ما ابقى هناك تدهوني زياره كده يعني. فما شاء الله قلت بدل ما نشتري كريب يبقى احنا نستخدمه بقى. النهارده هوريكم هنعمله فيديو جميل جدا هيعجبكم خالص. طبعا احنا البتاو بتاعنا او الرقاق اللي قلت لكم عليه بديل الكريب. طبعا لو عندك توميه يكون افضل، انا ما كانش عندي بقى فعندي كده كام كيس كاتشب. زي ما انتم شايفين مش مكلفه خالص. شايفين جميل جدا. طبعا ممكن تجيبي عيش سوري يا جماعه. انا ساعات اقول عيش سوري وساعات اقول عليه كريب، فعادي بقى ايه. شايفين الربع كيلو بانيه والله فرق معايا. انا بحب احشي السندوتش كده كويس. طبعا هزود انا من عندي بقى تكه حلوه كده، جبنه موتزاريلا. بتبقى حكايه بقى، تيجي تاكلي السندوتش كده تلاقيه بيمط معاكي. خلاص هنلفه لفه حلوه كده اهو. شايفين هتتني ايدك دي كده 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 اهوت. ما شاء الله. زي ما انتم شايفين. عندي طبعا بقى ايه، طبعا الدريل بتاعنا حطيت هنا 3 معالق من الزيت. اول واحد هنستخدمه هنعمله كده اهوت عشان ايه نعكم من معلقتين الزيت اللي حطيناهم. شايفين يتعك من هنا زيت اهوت. هوطي خالص عشان اعمل غيره، وهوريكم بقى الكميه لما تخلص. زي ما انتم شايفين انا قلبته مره قبل كده، لازم ياخد اللون الحلو ده معاكي كده اهوت. زي ما انتم شايفه كده. بس اهم شيء يبقى ايه معلقه الزيت في الدريل زي ما انتم شايفه كده. شايفين طبعا احنا عملنا كميه اهي بس شويه كده زي ما انتم شايفين اهوت. نطلع دول خالص اهو على دول. بسم الله. بسم الله. ما شاء الله ما شاء الله. عملنا قضاء 4 تحت وكمان 3 اهوت. ماشي. بربع كيلو من البانيه عملنا احلى اكل في البيت وصحي. حبايبي طبعا زي ما انتم شايفين خلصنا الكميه بتاعتنا. شايفين يا جماعه الكميه اللي احنا عملناها؟ بصوا كلها جميله ازاي. شاورما بالعيش السوري، احلى شاورما في الدنيا. شايفين هنعمل بقى ايه تكه كده ونشوف. واو ايه الحلاوه دي. جميله جدا. طبعا بقى قولوا لي ايه رايكم فيها. شوفوا طبعا بدل ما تشتروا من بره بربع كيلو بانيه بس. واو سخنه والله يا جماعه جميله جدا. شايفين واو حلوه قوي وجميله كده، والجبنه فيها حكايه حكايه. قولوا لي بقى رايكم بقى في الشاورما بالعيش السوري. حكايه حكايه. وخرطنا خيار ومخلل. وقولوا لي بقى ايه رايكم وعلقوا لنا كده في الاختراع بتاع الجميل ده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.